مفيش نوع أكل معين بيخسس أو بيتخن. أكتر 5 خرافات موجودة في الدايت هو ان احنا لو اول حاجة، ودي اكتر حاجة انا اتمنى ان توصل لاشخاص كتير، هو ان احنا بنفتكر انه النشويات بتتخن والدهون بتتخن وان البروتين مش بيتخن. اوكي، دي معلومة خاطئة جدا. مفيش نوع اكل معين بيخسس او بيتخن. الموضوع اغلبيته، عشان مش كله بس جزء كبير منه، هو كمية الاكل اللي احنا بناكلها. بس ايه اللي بيحصل لما الاشخاص بتقطع النشويات او بتقطع الدهون مرة واحدة؟ هما بيخسوا اكيد، انا مش بقول ان هما مش بيخسوا، بس بيخسوا ايه؟ هل بيخسوا مية، بيخسوا عضلات، ولا بيخسوا دهون؟ في الاغلب بيخسوا مية وعضلات، لانه كل جرام نشويات احنا بناكله عشان يفضل في جسمنا بياخد معاه 3 جرام مية. فعشان كده لما شخص بيقطع النشويات هو بينزل وزن مية على طول، فبيحس انه لو اكل نشويات هيتخن، ولكن في الحقيقة لا. واشخاص كتيرة فاكرة انه لو انا اكلت دهون يبقى انا هتخن دهون. ده مش حقيقي خالص. انا لو اكلت اي حاجة بزيادة، حتى لو بروتين، حتى لو خضار، ده ممكن يعمل لي زيادة في الوزن، ولكن بالعكس احنا محتاجين كمية دهون محترمة عشان نقدر نعمل فيتامينات معينة اللي هي ما نقدرش نعملها غير عن طريق الأكل، زي الفيتامين اللي هما الفات سوليبل، الفيتامين A D E و K، وكمان الهرمونات بتاعتنا أساسها دهون، والمخ بتاعنا كله أصلا هو it's a fatty organ أو هو عضو دهني. الخرافة التانية هو ان احنا محتاجين نعمل ديتوكس، او ان الديتوكس بيخسس، او ان الديتوكس هيخلينا ان احنا نتخلص من السموم اللي في الجسم. اوكي، مفيش حاجة اسمها كده. عندي رئتين، وعندي كلاوي، وعندي كبد، وعندي قلب، وعندي كل الاعضاء بتاعتي هي بتتخلص من السموم بطريقة طبيعية. انما ان انا اعصر فاكهه واعصر خضار عشان اتخلص من السموم اللي في الجسم، دي معلومه خاطئه. ثالث خرافه عن الدايت هو ان لو حد عمل رياضه وهو صايم هيخس اسرع. دي معلومه خاطئه. في اشخاص كتير بتفتكر ان الفاستد كارديو عنده نتائج احسن او بيجيب نتائج احسن مع النزول في الوزن او حتى بناء العضلات، ودي معلومه خاطئه جدا. بالعكس، في ريسيرش كتيرة قوي ورت انه مفيش اي ديفرنس ما بين ان حد يعمل رياضة وهو واكل كويس او حد بيعمل رياضة وهو صايم. بالعكس، على اللونج ران او على المدار الطويل، الشخص اللي بيصوم لفترات طويلة بيقدر او بيكون بيخزن دهون لفترة اطول، او بيخزن دهون بشكل اكبر. رابع خرافة في الدايت هو ان الكيتو حل رائع، او هو الحل السريع، او هو الحل لمشاكل كتير قوي. طبعا ده غلط جدا. ليه غلط جدا؟ غير انه هو عشان الشخص يخس محتاج يظبط كمية الاكل بتاعته. يعني حتى لو شخص بيعمل نظام اللي هو الكيتو اللي هو غني قوي بالدهون، معتدل في البروتين، ويكاد يكون ما فيش نشويات، اللي بيحصل هو انه لو هو اكل كمية اكل كبيرة مش هيخس. هو برضو محتاج يخلي باله من كمية الاكل اللي هو بياكلها. ولكن الاشخاص بتفتكر انه عشان انا ما اكلتش نشويات فانا كده هخس. اللي بيحصل لللونج ران هو يمكن يبقى حل شورت تيرم او حل بيجيب نتيجه سريعه لو شخص خلاص مستعجل قوي، ولكن ايه اللي بيحصل على المدار البعيد؟ بيحصل شراهه في الحلويات وشراهه للنشويات غير طبيعيه. الريسيرش كمان ورت ان الاشخاص اللي بيعملوا كيتو او نظام اللو كارب دايت اللي هو فيري لو كارب دايت على مدار طويل، هم عرضة اكتر لامراض القلب، وبيجي لهم اللي هو بنسميها انسولين ريزيستنس، اللي هي مقاومة الانسولين. فجسمهم ما بيفرزش
او عشان هم قعدوا فتره طويله ما بياكلوش نشويات، فبالطريقه دي لما بياكلوا نشويات جسمهم او البنكرياس بيفرز نسبة هرمون الأنسولين بنسبة عالية قوي، وده بيعرضهم لأن هم يبقى عندهم مقاومة أنسولين. آخر خرافة عن الدايت هو إنه أنا عشان أخس لازم أحرم نفسي من أنواع الأكل اللي أنا بحبها، أو إن أنا أقطع السكريات كلها، وإن أنا ما أكلش حلو خالص. دي برضو مفهوم غلط وخاطئ جدا عن الدايت. أوكي، إحنا دلوقتي زي ما قلنا قبل كده انه عشان انزل من الوزن بتاعي اكتر حاجة او الحاجة اللي عندها تأثير اكبر بغض النظر عن جيناتي وهرموناتي والحركة بتاعتي هي كمية الاكل اللي انا باكلها. انا لو اكلت كمية اكل كويسة او معتدلة ودخلت من ضمنهم حاجة حلوة من اللي أنا بحبها، مش لازم تبقى كميات كبيرة قوي، ده مش هيأثر على نزول الوزن بتاعي، بالعكس ده هيساعدني ان انا ما احسش ان انا محرومة، وهيساعدني انه ما يبقاش عندي شراهة في الاكل. اللي بيحصل لكتير من الاشخاص هم ان هم بيستنوا الوجبة الفري او اليوم الفري، وللأسف بيحصل بنج ايتنج او بياكلوا بشراهة، بينتقموا من كل الاسبوع اللي هم كانوا ماشيين عليه عشان محرومين بطريقة كبيرة قوي، وبياكلوا كمية اكل كبيرة قوي حتى هم مش جعانين بس عشان بيكونوا محرومين. فبالعكس الموضوع بتاع الفري داي او التشيت ميلز ده بيبوظ علاقتنا بالاكل وبيخلي انه يحصل شراهه في الاكل بعد كده. فما فيش اي مشكله ان احنا ندخل حاجات اللي احنا بنحبها بكميه معتدله في النظام الغذائي بتاعنا.